السلام عليكم، صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح كل يوم بداية جديدة. أول يوم معانا في التحدي خسارة 50 كيلو خلال إن شاء الله 4 شهور. ويا رب يا رب يكون الناس كلها ملتزمة. ده فطار ماما جزر، واديت لها جبنة قريش اهي حوالي قطعة، ونص رغيف، وده شاي اوميجا، وادي كوباية الشاي بتاعتها، بس دي حجم كبير شوية. وحاطه المعلقتين السكريه كده، خلاص اخدت المعلقتين السكر بتوعها. ان شاء الله هنتابع مع بعض. اليوم لسه معانا، لسه يومنا طبعا مبتدينه. هي صوم زي ما اتفقنا 5 ساعات قبل ما تفطر. طبعا الموجود عندك في البيت خديه، واللي انت حباه برضو خديه. لازم تحببي نفسك في موضوع الدايت ده وموضوع التحدي، وده حاجة تشجع لكل اللي مش عارف يبدأ. بما ان في تحدي ووزن كبير وفي فترة قليلة، ايه المانع انك تدخلي؟ مفيش اي مانع. وبالنسبة للناس انها مش مصدقة اللي انا خسيت في 4 شهور 50 كيلو، احب اقول لكم انها خاسة اقل من 4 شهور، لكن مش فاكرة بصراحة الفترة بالظبط، عشان كده بقول مش محدداها. قلت 4 شهور، محددش بالظبط قد ايه. تمام. وبالنسبة للناس اللي شككت اني عاملة عملية، آه مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة. عملية ايه اللي هكون عاملاها؟ طب ازاي؟ يعني ازاي انا معايا فلوس منين عشان اعمل العملية وانا اصلا بخاف من الحقن؟ طب هعملها ازاي ما انا اصلا بخاف من الحقن؟ والله هي الموضوع كله بسيط. احنا بس اللي بنهول كده وبنقول لا ده مستحيل، ده معرفش ايه. انت لو فكرتي مع نفسك هتعرفي تاخدي القرار وهتعرفي تثبتي نفسك. بس انتوا قولوا هنقدر، ما تجيش تشككي وتقولي لا انت ما خسيتيش. انا ما خسيتش ليه؟ او ازاي ما خسيتش غير بعملية تكميم او عملية التخسيس؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ انت شفتيني؟ شفتي جسمي عاملة عملية او مش عاملة؟ شفتي حالتي المادية طيب عشان تقولي برضو عاملة ولا مش عاملة؟ يا جماعة مش كل حد يخس نقول عامل عملية تخسيس او واخد حاجة للتخسيس. طب ما تجربوا، مش هتخسروا حاجة والله. جربوا اسبوع وشوفوا النتيجة. ما بحبش اللي يقول على حاجة ما حصلتش عشان هو مش قادر يعملها. خدوا القرار وابدأوا. ايه اللي هيحصل؟ ما احنا مش عاملين تحدي اهو، ونفس النظام اللي خسيت عليه، وبقول لكم نفس الوزن اللي خسيته. يعني عامله لكم التحدي نفس الوزن اللي خسيته وتقريبا في نفس الفترة. ايه اللي هيحصل لما تتابعي وتنتظمي وهتشوفي النتيجة بنفسك؟ وكله من اكل بيتك الموجود في بيتك. مش هتشتري حاجة خاصة بالدايت ولا هتاكلي حاجة مش موجودة عندك. المهم بس خدي القرار. ان شاء الله هنزل لكم الغدا بتاع ماما. ده الغدا بتاع ماما يا بنات. زي ما انتوا شايفين هي اخدت بيض اهي، بيضتين مسلوقين وخصايه صغيره وجزر. طبعا اللي انت حباه او المتوفر عندك في البيت خديه، اي خضار. ولو حابه السلطه خديه، السلطه جميله جدا 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 جدا، ويا بخت اللي بياكلها. بصراحة ماما ما اديتهاش فاكهة عشان الوقت اتأخر. احنا داخلين على العشاء، يعني كنا مشغولين في البيت وكده. ف ما حسناش بالوقت، لقينا مرة واحدة المغرب أذن، وعقبال ما سلقت لها البيض وجهزت لها الطبق بتاعها، عقبال ما اصور دلوقتي هلاقي العشاء أذنت. فمش هديها فاكهة. هي علبة الزبادي والغدا. طبعا هنشوف مع بعض علبة الزبادي العشاء، جنبها خضار، ولسه مكملين مع بعض اهي. بكلمكم العشاء أذن مش بقول لكم. اشوفكم ان شاء الله في العشاء. ده العشاء اهو.
علبة زبادي وعليها 10 نقط فيتامين سي. اللي ما يعرفش شكل فيتامين سي هو ده اسمه فيتامين سي نقط، بتجيبيه من من اي صيدليه. انا شارياه ب13.5. ماما مش هتاخد غدا لان انا يعتبر مديها الاتنين مع بعض، هي اتعشت العشاء فمش هتاخد خضار، هي شبعانه قوي. بس طبعا انا مدياها كميه خضار حلوه في الفطار وفي الغدا، فعادي لو ما خدتش في العشاء بما انها شبعانه خلاص بقى. وكمان عشان تكمل 5 ساعات قبل ما تنام. لازم يا جماعه تصوموا 5 ساعات، تمنعوا الاكل قبل ما تناموا وقبل الفطار. طبعا موجود في البيت هتاخديه، بس الزبادي فظيع 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 في حرق الدهون، فظيعه جدا جدا. والصيام المتقطع يا لهوي بينزف دهون الجسم، الاتنين دول مع بعض. اوعدك انك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتخس 5 كيلو خلال اسبوع. بس انت ابدأي يا جماعة يا جماعة. انا مستغربة الناس قوي اللي بتخش تقولي احلفي انك خسيتي 50 كيلو في خلال 4 شهور. انتوا لو حسبتوها اصلا لو خاسة كل اسبوع 2 كيلو ونص هتلاقوني خلال شهر خاسة 10 كيلو. 4 شهور بقى في 10، الشهر في 10 كيلو اكون خاسة 40 كيلو. يعني انتوا بتتكلموا ازاي؟ لما ده المعدل الطبيعي. انت لو عامله دايت اصلا ده المعدل الطبيعي والله انك تنزلي. يعني انتوا ما اي حد فيكم بيعمل دايت بينزل قد ايه؟ مش 2 كيلو 3 كيلو ممكن 5 كيلو بالكتير. طيب احسبيها بقى في خلال 4 شهور هتلاقي كمان ال4 شهور دول مش كتير ولا حاجه، مش قليل زي ما انتم متخيلين ولا حاجه. دول فترة كتيرة جدا جدا، لان زي ما قلت لكم كنت باكل من الاكل في البيت، انا ما حرمتش نفسي ولا اي حاجة. ومش معقول كل شوية تيجي واحدة احلفي انت عاملة عملية. انتوا بتضايقوني بامانة، انتوا بتضايقوني. يعني بدل ما تشجعوني ان اديكم كل خبرتي واشجعكم انكم تخسوا انتوا بتحبطوني. يعني اما كل شوية اخش ان احلف. طب ده يرضي مين؟ طيب اهدوا بس كده عن نفسيكم وعقلوا الكلام مع نفسيكم كده. شوفوا 4 شهور دول في 50 كيلو هتلاقوا في الشهر يعني تقريبا خاصة 12 كيلو ونص ولا 13 كيلو. لا كمان يعني لو كده هكون خاصة في الشهر 12 كيلو ونص. 12 كيلو ونص في 30 يوم انت مستقليهم ازاي؟ طب ده اما كنت باجي بعمل دايت بمعنى الكلمة، يعني كنت بنزل 5 كيلو في الاسبوع. يعني 5 كيلو في الاسبوع، يعني لو جيت قلت لكم خسيت 5 كيلو خلال 2.5 شهور هتقولوا عليا ايه؟ ده لو انا خسيت فعلا بنظام دايت وكده، دايت مش اللي هو رجيم عادي، هتقولي ايه بقى؟ اما انت من دلوقتي وبسم الله ما شاء الله كذا حد قال لي ان انا عملت عمليه. يا حبيبتي انت جيتي شفتي جسمي عامله عمليه ولا مش عامله؟ شفتي حالتي الماديه؟ طيب انا معايا فلوس ان نعمل ولا لا؟ عارفاني شخصيا. طب انا بخاف من الحقن، انا بموت يعني في جلدي كده اما دكتور اكشف ويقول لي حقنه. يا جماعه عقلوا الكلام، مش كل حاجه نشكك فيها، مش كل حاجه نشكك فيها. انا هقفل بقى يومكم يوم ماما معاكم، معلش اعذروني والله العظيم من التعليقات اللي بشوفها. وبرد برضو بذوق وباحترام مع كله، ما بردش برد مستفز زي ما هما بيستفزوني. اللي بتقولي احلفي بحلف لها والكلام ده، بس انا من جوايا بكون متنرفزه. بس طبعا ما ينفعش نرد باسلوب مش كويس. انا هقفل يومي بقى عشان طولت معاكم. دي يوم ماما عشان طولت معاكم. لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد.